بنات، وأكرر حتى تحصلين على جسم حلو ما بعد العملية لازم تستخدمين الكورسيه. سواء كنتي مسوية عملية قيصرية لازم الكورسيه تستخدميه، سواء مسوية شفط، نحت، شد، كل أنواع العمليات التجميلية لازم تستخدمين الكورسيه. أني شخصيا حقيقة فادني هذا، يعني سواء بناي أو سواء بهذا حملي، كلش حلو ومريح وخفيف، ما تحسين نهائيا لابسه كورسيه. تشوفوا كلش حلو، وتبقين بيه حتى إذا يضايقك، حتى إذا ما تتحملين كورسيه. مع العلم هذا خفيف ريشه وما راح تحسين بيه نهائيا. يعني الحلو مالته القماش يختلف عن بقية الكورسيات اللي أنا جربتهم بصراحة. مثل ما ذكرت هو كولومبي المنشأ، وأكرر تلقوه وين؟ بمول زيونة. لا مو بمول زيونة، بزيونة شارع الربيعي، الأمير مول، الطابق الأول، المحل. بعيدا عن الكورسيه، سؤال هواي يتكرر وما أعرف مدى وعي اللي كاتب أو كاتبة هذا السؤال أو المسج، إنه شهد أنتي مع القيصرية سويتي شفط أو نحت؟ مستحيل. يعني ماكو دكتور أو دكتورة بالدنيا مخه شغال يسوي مع القيصرية شفط ونحت، وماكو أيضا تقبل، لأنه الولادة أمر صعب جدا، مو مثل العمليات اللي نسويها. يعني أنتي من روحك راح تطلع روح، فأنتي ما تفكرين لا بشد ولا بشفط. فأني لا مسوية شد ولا شفط ولا فتشي، الحمد لله والشكر. كل اللي سويته قبل سنتين قبل ما أحبل بناي سويت شفط، وشوية شوية بدأ يرجع جسمي ياخذ قالبه الطبيعي. يعني صار لي 10 أيام تقريبا جايبه، بعد أحتاج يعني شهر إلى 40 يوم يرجع جسمي مثل ما كان، يرجع يفش يعني مثل قبل. وتدرون بياني أي عملية أسويها ما أضم عليكم كيكاتي انتو بنات روحي. فالجواب بنات، البارحة دكتورتي من طلعت من يمي طبعا بعد ما شالت البلاستر مال العملية انطتني عدة نصائح طبعا، وهي مطيتني اياها مسبقا واني حكيت لكم عنها العام، ولكن بالإعادة إفادة. أول شغلة الكورسيه ما تعوفيه نهائيا، فأني أخذت أكيد من العود، محل اسمه العود، موجود وين؟ بزيونة شارع الربيعي، الأمير مول، الطابق الأول. تمام، مشداته كواليتي والقماش مالته كلش حلو، وتقدرين تبقين بيه ساعات طويلة. هاي بالنسبة للبنات اللي جايبين هستوهم. بالنسبة للبنات اللي مسويين عمليات نحت وشد وتجميل، كلكم تحتاجون للمشد حتى تحصلون على نتائج. طبعا ويا المشد اعطتني كريم مرهم، هسه ان شاء الله اذا صعدت فوق الغرفه هم اصور لكم اياه، تخليه على مكان الجرح مال العمليه، وتستخدمين الكورسيه. بنات الكورسيه ما يحتاج اقول لكم ايش قد مهم، نتائج حلوه ما بعد العمليه. وحتى البنيه اللي ما مسويه العمليه تقدر تستخدم الكورسيه. اللي يميز هذا الكورسيه طبعا اول شيء هو كولومبي المنشأ، القماش مالته كلش حلو، ما تحسين اكو، وبكل القياسات عندكم اللارج والاكس لارج، عندكم 2 اكس لارج. انا اخذت هذا اللارج، هذا قياسي على مود ما يضايقني، يعني البس ميديم بس على مود ما يضايقني. اخذت هذا اللارج، اخذت 2 طلبت بصراحة، وراح ابقى مستمرة عليه ان شاء الله حتى احصل على نتائج حلوة ما بعد العملية. واي سؤال اي استفسار انا عيوني لكم.